السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت في بداية الفيديو تصلي على النبي، ولو مش مشترك في القناة تشترك دلوقتي حالا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. وما تنساش اللايك والشير للفيديو. تعال اسمع معايا الأول قبل أي حاجة كده، في فيديوهات تانية جايبها لك، بس نسمع خالد الغندور وتوقعه من دور التمانية في دوري أبطال أفريقيا للي هيوصل للنهائي، وشوف بيتكلم ازاي عن النادي الأهلي والسخرية من النادي الأهلي. يلا بينا نسمع خالد الغندور وارجع لي تاني. يلا بينا. صن داونز وشباب بلوزداد. ماشي عشان انا هكتب وراك. صن داونز. اقول لك بقى التوقع لغايه النهائي. قول لي بقى التوقع لغايه النهائي. صن داونز وشباب بلوزداد. صن داونز والاهلي والرجاء. الاهلي. تمام. وهقول لك ليه. حد تاني يقول لي ما انت هتتمنى الرجاء يعني بتاع، اقول لا، انا راجل واقعي بقول الحقيقه. الاهلي بعد كده الترجي وشبيبه القبائل. الترجي. تمام. اخر حاجه الوداد وسيمبا. الوداد. طيب الاهلي هيلعب مع الترجي، تمام، في دور قبل النهائي. لو انا توقعاتي صح، الاهلي هيكسب الترجي في مجموع المباراتين. وبعد كده الصن داونز هيلعب مع الوداد، وده ماتش صعب جدا جدا جدا، بس انا متوقع صن داونز. تمام. هتيجي المباراه النهائيه. المباراه الاولى لو الاهلي وصل للنهائي، المباراه الاولى هتكون في مصر، والمباراه الثانيه في صن داونز. اتوقع في المباراه النهائيه الاهلي هيكسب صن داونز 2-0 في مصر. وبعد كده المباراه النهائيه بقى الاهلي هيعمل طفره كبيره جدا جدا، مش هيتغلب 5، هيتغلب 3، وصن داونز هو اللي هياخد البطوله. خالد الغندور توقع ان الاهلي وصن داونز طرفي المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا. مباراه الذهاب الاهلي هيفوز في مصر 2-0. في مباراه العوده الاهلي مش هيتغلب 5 في جنوب افريقيا، لا هيعمل طفره ويتغلب 3 بس. ايه خفه الدم اللي انت فيها دي يا كابتن خالد؟ وبعدين يا كابتن خالد، يعني هو الاهلي ده مش بيمثل مصر؟ امال فين دورك اللي انت بتقول انا وطني وانا وطني وانا وبشجع النادي الاهلي، بتقول صن داونز هياخد البطوله وفرحان وضحكتك قد كده؟ اظن لو اي اعلامي من النادي الاهلي طلع قال الكلام ده على نادي الزمالك، ياه دي كانت الدنيا خربت. دلوقتي عرفنا مين اساس الفتنه في مصر. يا كابتن خالد يا غندور، بلاش انت بالذات تتكلم على الخمسات، عشان انا لسه راقعك السنه اللي فاتت 5-3 لو تفتكر، وخمساتك كتير عايزني اعدهم لك اعدهم لك، بس للاسف انا مش فاضيلك. عارف ليه يا كابتن خالد؟ لان انا مركز في متصدر دوري، وهلعب كاس مصر، وفي دور الثمانية من دوري ابطال افريقيا. عارف يعني ايه يا كابتن خالد؟ في 3 بطولات، وان شاء الله باذن الله هاخد ال3 وهلعب بطولتين تاني زياده، يعني 5 بطولات ان شاء الله. هيبقى سوبر مصري معاك يا كابتن خالد، وسوبر افريقي ان شاء الله امام بطل الكونفدراليه. انما انت بقى يا كابتن خالد 0 بطولات السنه دي وحصلك كالعاده، فانا مش فاضيلك. خلينا نشوف غيرك. تعال نشوف بقى قناه الزمالك اللي سايبه مشاكل ناديها، وسايبين مشاكل المدرب ومشاكل اللعيبه والعقود اللي بتتسرب، وبتتكلم على ماتش الاهلي وبيراميدز نهائي كاس مصر. تعال اسمع معايا الراجل ده وارجع لي تاني. يلا بينا. الوزير تركي الشيخ دلوقتي لما يخرج ويطلع السعوديه ويقول عن تجربته في مصر واللي حصل في مصر، مش ده بيعمل ازمه بين البلدين؟ بيوصل لهم رساله ان الاقتصاد بتاعنا فيه مشكله، بيوصل رساله مش لطيفه، لان ده سفير للسعوديه. تمام ولا مش تمام؟ استنى انت بس. تركي الشيخ ايه اللي جه مصر؟ تركي الشيخ ده جه مصر ليه؟ عشان كان الرئيس الشرفي للنادي الاهلي. واللي يعمل ازمه بين البلدين؟ ايه علاقه البلدين؟ انت دخلت السياسه في الكوره ومشاكل وحوارات، ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو تركي الشيخ ده مش جاي مصر عشان كان رئيس شرفي للنادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اللي طيره من الرئاسه الشرفيه بسبب المشاكل اللي سيادته هو السبب فيها، وانت عارف مين سيادته. اما بقى بيراميدز بقى ومش بيراميدز انت مالك ومال الكلام ده؟ ما تركزوا في ناديكم. اسمع معايا جمال عبد الحميد بيقول ايه. يلا بينا. هو بقى نادي بيراميدز يعني تساهل كتير جدا في قرارات كتيرة جدا كانت ضده، بالذات مع النادي المنافس، علشان الدنيا تمشي والاستثمار يبقى في مصر. احنا دلوقتي بننادي بالاستثمار في مصر والعملة الصعبة. طبعا قرار زي دوت طبعا هيحرم في حاجات كتيرة جدا هيترتب عليه سلبيات كتيرة جدا جدا. جمال عبد الحميد بيقول لك بيراميدز تساهل كتير مع النادي المنافس اللي هو احنا. بيراميدز اتساهل كتير معانا. ده بيراميدز ده معمول كتف الاهلي،
انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا كابتن جمال يا عبد حميد؟ انا عايز اعرف انت ازاي طلعت بالهبده دي؟ ده بيراميدز ده معمول كتف النادي الاهلي، وفعلا مش منافس للنادي الاهلي، ولا في منافس للنادي الاهلي. بيراميدز خد من الاهلي كام لاعب وبرضه مش عارف يحقق ولا بطوله. كابتن جمال عبد الحميد طالع عايز يهبد اي كلمتين وتيجي معاه اي حاجه ويلهي جماهيره على اللي هم فيه، مع ان هو عضو مجلس اداره المفروض يقول له احنا عندنا مشاكل وتسريب عقود ومش عارفين ومحجوز على حساباتنا. لا، هم دلوقتي بيتكلموا على الاهلي بس، سايبين مشاكلهم اللي حصلت افريقيا ومش هياخدوا ولا بطوله السنه دي ان شاء الله، وبيتكلموا على الاهلي، بيلوا جماهيرهم في اي حاجه. اسمع معايا بقى عبد الشافي صادق بيقول ايه وارجع لي، يلا بينا. غياب العداله وتكافؤ الفرص صرخ منه نادي بيراميدز، وهذه المره نادي بيراميدز على صواب، لان اتحاد كره القدم يوم 28 مارس اتخذ قرار بتحديد موعد المباراه يوم 10، يعني بقى له 13 يوم، يعني حضرته ال 14 يوم اللي رد عليها اتحاد الكوره ده كلام فارغ. احنا تجربه نادي بيراميدز تجربه ناجحه في الكره المصريه، استثمارات في الرياضه المصريه استثمارات ناجحه، تطفيش هذه الاستثمارات شوفوا لنا مين المسؤول اللي بيطفش الاستثمارات الرياضيه من مصر. بيقول لك تجربه بيراميدز تجربه ناجحه واستثمارات ناجحه. هي نجحت في ايه؟ طب هي جابت كام بطوله تجربه بيراميدز؟ يا جدعان هي جابت بطوله واحنا نايمين؟ جابت بطوله واحنا مش موجودين مثلا؟ طب واستثمارات ناجحه بناء على ايه؟ يا ريت مثلا عندها قطاع ناشئين بتطلع لعيبه وتبيع، للاسف ده بتدفع ملايين الملايين في لعيبه عشان تجيب النادي الاهلي، وكلنا عارفين طبعا. هي دي تجربه بيراميدز. فين اللي ناجحه بقى يا استاذ عبد الشافي؟ بس الشهاده لله، في حاجه تتقال اتصدمت منها. بسمع استاذ عبد الشافي قلت معقول ما جابش سيره المستشار مرتضى منصور في حلقه من حلقاته؟ لقيته بيقول كده. المستشار مرتضى منصور يطبق الشعار الرسمي للرياضه في العالم، اللي هو شعار اللجنه الاولمبيه الدوليه وشعار الاتحاد الدولي لكره القدم، نشر المحبه والسلام. فاستقباله لوفد النادي الهلال وتكريمه في نادي الزمالك بالاضافه لشهاده وفد نادي الهلال نفسها، ده تطبيق لهذا الشعار، نشر المحبه والسلام. ودايما الرياضه يا كابتن خالد بتقرب بين الشعوب، فالزمالك يقوم بدور الوطني ودوره القومي في تكريم رؤساء الانديه، تكريم النجوم، تقريب الوجهات النظر بين الشعوب، نشر المحبه بين الشعوب. فالزمالك عشان كده لما يروح اي مكان في دوله عربيه بيستقبل استقبال اسطوري، شفناه في ليبيا تم استقباله ازاي، شفناه في السعوديه تم استقباله ازاي، بنشوفه في الامارات تم استقباله ازاي، حتى لما راح لعب في قطر لو فاكر السوبر طبعا الافريقي تم استقباله ازاي. فنادي الزمالك يقوم بدور الوطني في زمن المستشار مرتضى منصور. الاستاذ عبد الشافي بيقول لك المستشار مرتضى منصور بينشر السلام والمحبه بين الدول. هو رئيس جمهوريه يا باشا واحنا ما نعرفش ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده هنا عمال يسب في خلق الله ويخوض في اعراض الناس، وبعدين ما يستقبل وفد الهلال. يا سيدي وفد الهلال ده على فكره كانوا بيشتموا في مصر، عارف يعني ايه كانوا بيشتموا في مصر وفي شعب مصر اللي انت بتتكلم عليه، وبينشر السلام والمحبه. وبعدين انا هقول لك على حاجه كده يا ريت يعني انا هقول حاجتين معلش. الحاجه الاولى تخيل كده انا مثلا معايا طالبين في الجامعه، واحد معاه 100% بيجيب 100% والتاني بيجيب 70%، وانا 12% 20% 30%، فانا متغاظ من ابو 100% هتصاحب عليه على ابو 70%. هو ده اللي انا هعمله، لان بين اللي 100% و70% عداوه، فانا هاخد اللي فوقيه على طول عشان عادي الكبير عشان اوصل. هو ده اللي بيفكروا فيه، هو ده الهلال السوداني واللي انت بتقول ليبيا، مع ان انا ما اعرفش ليبيا ازاي، والامارات والسعوديه وقطر. الاعلام السعودي بيسخر منكم على طول، وشوف برنامج اكشن مع وليد بيتريق على نادي الزمالك على طول. الاعلام التونسي ماسكك تريقه ليل ونهار. انت عايز ايه تاني؟ وتقول لي وانا ده في اعلاميين كتير احنا طبعا ما نعرفش عنهم حاجه، احنا بنعرض اللي بنشوفه بس، وفيديوهات كتير عرضتها لك. وبالنسبه للاستاذ عبد الشافي صادق، انا ليا طلب عند قناه نادي الزمالك، بدل ما تتعبوا الراجل وتجيبوه كده على طول بالليل وهو ما بيقولش اللي هو الكلمتين اللي حافظهم، المستشار عمل، المستشار راح، المستشار جه، المستشار سوى، المستشار بينشر، المستشار عمل نادي الزمالك بعد ما كان عزبه خلاه نادي عالمي. انتوا ممكن تسجلوا المقولات دي على CD من سيدات المستشار، وتحط صورة أستاذ عبد الشافي على طول، وتسجلوا اللي انتوا عايزين هو تسمعوه منه، أو تشغلوا CD وهو على طول بقى هيشتغل ايه CD مقولات أستاذ عبد الشافي صادق. اكتب على اليوتيوب عبد الشافي صادق ومرتضى منصور وانت هتشوف الضحك بنفسك. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله.